السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة فراخ مشوية وعملنا معاها خضار، عملت كمان جنبها رز ابيض. الاكلة دي خطيرة، طعمها كان في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة، والفراخ كانت شاربة من التتبيلة، طعمها حلو جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. عندي طماطم وعندي بصل، حطيتهم في الكبة وهضربهم كده لحد ما هفرمهم ناعم جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عايزاهم مفرومين خالص. حطيتهم في طبق، حطيت عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من المستردة، ومعلقتين كبار من الباربيكيو. هحط كمان عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، معلقة كبيرة من العسل الابيض، معلقتين صغيرين من الملح. هقلب كل ده كده مع بعضه بالشكل ده. هضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الزعتر. هقلب التتبيلة دي وهاخد منها 3 معالق في طبق وهركنهم دلوقتي على جنب بالشكل ده. هحط كمان على التتبيله دي 3 معالق كبار من الزيت. عندي خضار انا كنت مقطعاه، عندي بطاطس وعندي طماطم وعندي فلفل وعندي بصل. قطعوا الكميات اللي تريحكم، عايزين تزودوا الكميه زودوها، عايزين تقللوا الكميه قللوها. انا الكميه دي بالنسبه لي كانت حلوه جدا. هحط الخضار كله كده في صينيه وهنزل عليه ب3 معالق اللي خدناهم من الخلطه، وهضيف كمان 5 فصوص من الثوم. هقلب التتبيله دي كده كلها مع بعضها مع الخضار، ريحتها في منتهى الجمال. هقلبها كده وهفردها كلها في الصينيه بالشكل ده. وهنا كنت تبلت الفراخ بالتتبيله اللي انا كنت عملتها وسبتها حوالي ساعتين متبله عشان التتبيله تدخل جواها والفراخ تشرب منها، طعمها في منتهى الجمال. هرص بقى الفراخ فوق البطاطس والخضار بالشكل ده. تمام كده. هرص الكميه كلها. أكلة سهلة وبسيطة، طعمها كان في منتهى الجمال. حطيت كمان بقية التتبيلة بتاعة الفراخ فوق الفراخ كده بالشكل ده وهوزعها. وكنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 عشان أدخل الصينية فيه بعد ما أغطيها بورقة زبدة كده زي ما احنا شايفين، وهغطيها كمان بورقة من الفويل. وكان الفرن هنا بيسخن، أنا عايزة الفرن سخن جدا عشان الفراخ على طول تستوي وتبدأ تغلي أول ما تتحط في الفرن بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن، سبتها حوالي ساعة بالظبط، خرجت بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بعد ما شغلت لها الشواية خدت الوش ده دايبة ومستوية على الآخر، والخضار مستوي وطعمه كان في منتهى الجمال. وعملت كمان معاها الرز الجميل الأبيض ده في منتهى السهولة. جربوها وقولوا رأيكم ايه، وإن شاء الله تعجبكم.